العقاري اللي بتعلن وبتسوق على موقع عقارنا، وتقدروا تتابعوا على كل السوشيال ميديا بتاعت عقارنا قصص نجاح الشركات دي معانا. في شركات بدأت البيزنس بتاعها بسبب الخدمات اللي بنقدمها لهم وبسبب كفاءة العملاء اللي بيخشوا على موقع عقارنا وفي النهاية بيشتروا من خلالهم أو بيشتروا مع الشركات دي. ونجاح عقارنا في مصر كان هو البداية لعقارنا في السعودية. عقارنا دخلت السوق السعودي وهي مؤهله بخبره 15 سنه في السوق العقاري المصري. يعني من الاخر كده عقارنا دخلت السعوديه بتقدم الزيتونه. زيتونه خبرتها في مصر اكثر من 15 سنه. دخلت على طول بالذكاء الاصطناعي. دخلت عشان تقدم حلول ذكيه وحلول رقميه تقدر تساعد بيها الافراد والشركات. تقدر تساعد بيها الافراد من خلال ان هي تساعد النهارده اي حد عايز يشتري في ان هو يلاقي العقار الامثل. تساعد كمان المستثمرين الافراد في ان هم يشوفوا العوائد الاستثماريه اللي ورا كل منطقه والثانيه، سواء الاستثمار ده كان في الكابيتال ابريشيشن او في تضاعف القيمه في راس المال او العوائد الايجاريه. كمان اولا معكم اخوكم ماجد بحيدره، انا مدير اداره العمليات الاستراتيجيه في عقار ماب السعوديه. الهدف الاساسي في تجميع هذه القامه الكبيره من رجال الاعمال السعوديين مع رجال الاعمال المصريين هو التبادل التجاري ما بين البلدين. مصر دوله حبيبه وقريبه لقلبنا، فبالتالي حابين نحن يكون في تبادل المصالح التجاريه ما بين البلدين. الحضور كان من كبار قاده القطاع العقاري والمالي في القطاع السعودي، زاروا تقريبا حدود 4 مشاريع من كبرى المشاريع في القاهره. الاستفاده من التجربه والتناقش مع رجال الاعمال المصريين هنا، تبادل الخبرات، وايضا لتبادل فرص العمل ممكن تكون موجوده في مصر، ونفس الشيء يكون رجال الاعمال المصريين ممكن يكون في عندهم تبادل تجاري او علاقات عمل في السعوديه. احنا كدورنا كشركه عقار ماب ان احنا نولد الافكار ونقرب وجهات النظر من جميع الاطراف، بحيث نحن نقدر نفيد سواء رجال الاعمال السعوديين او المصريين الاستفاده الخاصه والعامه في المملكه العربيه السعوديه وجمهوريه مصر العربيه. بيقول النهارده في عقار ماب النهارده والتطوير العقاري اللي في مصر والسعوديه طبعا المشاركه. ما شاء الله تبارك الله، البلد جميل واكرمونا وسعدنا في الحضور في هذا اليوم، ونفرح بالشراكه ما بين البلدين، الشراكه الاقتصاديه بين المسلمين. أول شيء في البداية نشكركم على الاستضافة، يسعدنا التواصل مع بلدنا الشقيقة مصر. بالنسبة ما شاء الله التطور العقاري بالنسبة للسوق السعودي والسوق المصري ما شاء الله متشارك، وكل واحدة قيمة إضافية، فالتعاون معهم بإذن الله حيحقق قصص النجاح إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. فأكيد العقار في مصر ما شاء الله متقدم في أشياء كثيرة، فيسعدنا بإذن الله أن كشركة تحالف الاستثمار تكون لها فرص استثمارية في السوق المصري، وكذلك نبحث عن الشراكات المصرية على شركات تستثمر في السوق السعودي فتكون شراكة بين إن شاء الله. ان احنا قدرنا يعني نكون قد السوق السعوديه ومصر طبعا طول عمرهم ان هم بيكملوا بعض. اكيد احنا نطمح ان شاء الله في المستقبل يكون في بيننا التعاون وشركات اكثر مع المطورين اللي لهم باع وخبره كبيره في القطاع العقاري باذن الله. احنا كمان سعداء جدا جدا وعايزين نستمر في الشراكه العقاريه، ومش العقار بس، احنا في كل التطوير سواء عقاري او استثماري او اوراق بورصه، ايا كان الاستثمار بالشراكه مصر والسعوديه واحد. شكرا. احنا متشكرين جدا.